برج بيزا المايل، ايه اللي ميله وازاي بنعدله، وهل ينفع نفضل سايبينه مايل كده وما نعدلوش؟ ازيكم يا رجاله، انا عمر عزيز شارك جراحات الذكوره في القصر نايل، ودي قعده سجن. اكيد انا مش جاي اتكلم النهارده عن برج بيزا. المرض بتاعنا النهارده هو اعوجاج العضو الذكري، بينايل كيرفيتشر. اعوجاج العضو الذكري بالاساس ممكن يكون خلقي وممكن يكون مكتسب، وخلينا نبدا الاول بالخلقي. كونجينيتال بينايل كيرفيتشر، الاعوجاج الخلقي بنسبه كبيره بيكون بسبب ان في حته في العضو اكبر من الحته الثانيه، فالعضو بينحني في اتجاه الجزء القصير، وساعات بيكون مصاحب لطهاره الملائكه او مرض الاحليل السفلي الهايبوسبيدز، ونسبته وصلت في بعض الابحاث من 4 ل 10%، ودي نسبه كبيره جدا وهنعرف بعد شويه ليه. وهنا السؤال، طب يا دكتور لما العضو بينحني ايه الحل؟ خليني اخدكم معايا في رحله في العياده تشوفوا من خلالها الحوار مع الراجل اللي عنده مشكله زي دي بيكون ازاي. كالمعتاد العيان هو شريكي في القرار، فلازم نشرح تفاصيل المرض بشكل كامل مع البروتوكول العلاجي. الاعوجاج زي ما قلنا نسبته كبيره، بس السبب ان معظم درجات الاعوجاج هي درجات بسيطه ولا تذكر، حوالي 10 ل 15 درجه مئويه، ومسموح حسب المراجع العلميه 30 درجه لتحت و40 درجه لفوق. وعلاجها وحلها اننا نحلف ونقول للراجل انت طبيعي، وان مفيش حد عمود نور، عيش حياتك زي الفل ومش تاثر عليك باي طريقه. طب لا يا دكتور، انا العوجه اكبر من الدرجه دي، او وانا بعمل علاقه مع مراتي العوجاج ده بيضايقني وانا داخل، او بص يا دكتور لا هو ايوه الدرجه ممكن تكون بسيطه شويه لكن الموضوع مأثر على نفسيتي ومقلل ثقتي بنفسي. ساعتها اولا بيتم اجراء الفحص الكلينيكي، وبيتم تاكيد التشخيص عن طريق الدوبلر او ديب الملون البينايل دوبلكس للتاكد اولا ان مفيش ضعف انتصاب مصاحب ليه، وثانيا للتاكد من درجه الاعوجاج قصاد عين استشاري الذكوره المتخصص وهو بيعمل الاشعه بنفسه، يشوف بعينه درجه الاعوجاج قد ايه، ويقيم هل الدرجه دي تحتاج لتدخل ولا لا، هل هتعيق العلاقه ولا لا، هتضايق المريض ولا لا. وبعد التشخيص بيجي لحظه القرار. لحظه القرار دي فيها شقين، شق خاص بالدكتور وشق خاص بالمريض. الشق الخاص بالدكتور انه بيقول بمنتهى الوضوح حقائق طبيه وايه الافضل للمريض في حالته، وقراره النهائي الحاسم اللي ملوش علاقه باي عواطف. والله الدرجه دي محتاجه عمليه بكره عشان نصلح الاعوجاج، لان طبيا ممكن تعكس الدخول او تسبب وجع لاحد الطرفين، او يكون القرار ان الدرجه دي متوسطه او بسيطه، عيش حياتك زي الفل، يعني 30 او اقل مش هي اللي تقلق، اعدله وقوم بالعلاقه بشكل كامل. لكن هيظل الشق التاني هو الشق الاهم وهو قرار المريض، لان مثلا في بعض الاحيان ممكن تكون درجه الاعوجاج كبيره والراي الطبي انك محتاج تخش العمليات بسرعه، بس المريض يقول يا دكتور لا خلاص انا مبسوط وهعرف اتصرف وهعرف اعمل علاقه كويس، يبقى خلاص تمام. المريض دايما على حق، والعكس صحيح. ممكن القرار الطبي بتقول للعيان دي 30 درجة أو أقل شوية أنت ممكن تتعايش معاها، بس هي مأثرة على نفسيته ومزودة له مشاكله، بدأت تعمل له ضعف من كتر التوتر، وبعض الأحيان ممكن تعمل له ضعف بسبب ويك اكزرجيتي، بمعنى ان الاعوجاج مخلي الانتصاب بيخبط على الهواء بدل ما يخبط على عظمه الحوض، فبيكون حاسس ان هو عنده ضعف وهو ما عندوش. فبالتالي حتى لو طبيا المريض ممكن يتعامل، لكن المريض شايف انه محتاج الاصلاح، فممكن برضه يتم عمل اصلاح للاعوجاج ده. طب يا دكتور ايه نوع العمليه اللي بتتعمل عشان نصلح اعوجاج العضو الذكري؟ العمليه زي ما قلت لكم في الريل هي عمليه فنيه بحته، بنحاول نساوي فيها الطرفين، سواء اننا نصغر ونكشكش الطرف الكبير او نكبر الطرف الصغير. وفعاليه العمليه دي زي اي عمليه تجميل بيكون نفسنا والله نعمل لها بيفور اند افتر من جمالها، وبيظهر تاثيرها الايجابي على نفسيه الراجل ووظيفته بشكل ايجابي ومباشر وفوري. طب يا دكتور هل مريض الاعوجاج بيحتاج نركب له دعامه للعضو؟ كنا بنتكلم من شويه اننا بنعمل دوبلر للقضيب عشان نطمن على الدوره الدمويه، وعشان نطمن ان السبب الخلقي اللي عمل مشكله الاعوجاج ما عملش معاه مشكله خلقيه في الانتصاب. فلو ما فيش مشكله خلقيه في الانتصاب يبقى ان شاء الله مش محتاجين عمليه دعامه، وكل اللي محتاجينه هي عمليه بسيطه لاستصلاح الاعوجاج فقط. اما بقى لو اكتشفنا وجود مشكله في الانتصاب مع الاعوجاج، فكده بقى احنا نقلنا المرض من مرض اعوجاج لمرض ضعف،
ممكن بقى نرجع ونشوف الحلقات عندنا على القناه، وبنفكركم دايما ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب عشان تستفادوا من كل الفيديوهات اللي موجوده على القناه وتتابعوا كل حاجه جديده. طب سؤال بقى مهم، لو انا عندي اعوجاج خلقي هل اعمل العمليه قبل الجواز على طول ولا استنى اتجوز واحاول برضه؟ هنا القرار الطبي بيعتمد على التشخيص الدقيق لوجود ضعف من عدمه ولتحديد درجه الاعوجاج بدقه. لو درجه الاعوجاج كبيره بوضوح تام ما تاخرش علاج الاعوجاج واعمل العمليه عشان تدخل بثقه من غير ما يكون في اي توتر، ومن غير بقى ما نخش في قصه البرفورمانس انكزايتي والانكونسيوميتد مانج اللي كنا اتكلمنا عنهم في اول حلقات عدد الجاي. طيب لا يا دكتور انا للاسف الشديد مش عايز او مش جاهز اني اعمل العمليه دلوقتي وعايز اجرب او عايز استنى، هل ده ممكن؟ ممكن، لان زي ما اتفقنا ببعض المحاولات وبعض المساعده من الزوجه ممكن يتم علاقه زوجيه كامله، وبكده نبقى اجلنا لك او لغينا فكره العمليه لفتره مؤقته. طب لو هو درجه الاعوجاج من الاساس بسيطه يبقى هنا القرار الطبي لا استنى واتجوز وعيش حياتك، ولو حصل مشكله احنا موجودين. هنروح فين؟ ساعتها هنصلح المعوج ونعدل الميل. اخر حاجه احنا لازم طبيا نفرق ما بين اعوجاج العضو الذكري بينايل كيرفيتشر وهبوط او سقوط العضو الذكري اللي اسمه بينايل دروب او التفافه اللي اسمه بينايل روتيشن، واللي طبيا الاثنين دول لا يوجد منهم اي ضرر بشكل كبير وما بيحتاجوش لاي تدخل في معظم الاحوال، وممكن نبقى نتكلم عنهم في فيديو لوحده. كده هيبقى خلصنا كلام عن الاعوجاج الخلقي، وان احنا لو عملنا العمليه فهي بتحتاج فتره نقاهه بسيطه ومن بعديها تقدر تتجوز وتتم علاقه كامله في خلال شهر ونص شهرين، وفتره النقاهه بعد العمليه ما بتعديش من 10 ايام لاسبوعين بحد اقصى. طيب ايه هو الاعوجاج المكتسب؟ الراجل كان زي الفل 100 فل و10 ما كانش فيه اي مشكله، بس فجاه حصل له كسر في العضو، ولو يهمك تعرف تفاصيل عن كسر العضو الذكري ممكن ترجع للحلقه بتاعتنا. او الراجل لو حصل له اي تليفات لاي سبب بسبب السكر او التدخين او غيره او من دون سبب خالص، ممكن يكون كان معرض جينيا لحدوث تليفات، وده المرض المعروف باسم بايرونيز ديزيز. ومرض بايروني بيبقى عباره عن ان كده الانسجه ممكن يحصل فيها تعويره بسيطه بس طبيعي بيحصل بعدها التئام، فلو الالتئام ده حصل بشكل خاطئ بدل ما يلتئم بشكل عادي حط كولاجين كتير فبقى فيه تليفات، والتليفات دي تشد العضو في اتجاه معين. يعني لو كانت مثلا ناحيه اليمين يبقى الاعوجاج هيبقى ناحيه اليمين، ولو كانت تحت يبقى الاعوجاج لتحت، وكمان ممكن تكشكشه وتشده جامد فيقصر، وكمان ممكن تعمل له بعض التشوهات زي تشوهات الساعه الرمليه اور جلاس ديفورميتي، او زي حلقه ضاغطه في نص القضيب ستراكشرينج. ده غير برضو زي ما قلنا في حلقه التسريب الوريدي ان التليفات دي ممكن تاثر على جدار الوريد فتعمل تسريب وريدي، وشوفوا حلقه التسريب الوريدي انها ممكن تعمل ضعف جنسي كامل. في المراحل الاوليه المرض بايروني بيحصل اعوجاج لكن بيبقى معاه برضو وجع رهيب اثناء الانتصاب، ومن هنا بنبدا نقسم العلاج على مرحلتين حسب التليفات بقى لها قد ايه بدات وحسب الوجع لسه موجود ولا راح، وهل الاعوجاج درجته كبيره ولا لا. فتعالوا واحده واحده نشوف. لو احنا في المراحل الاوليه للتليفات اللي بنسميها اكيوت فيز اول 6 شهور او اول سنه، بيبقى هدفنا الاول المرحله الاكيوت هو ايقاف الالم، ايقاف الوجع، في نفس الوقت ايقاف تدهور الحاله، منع زياده التليفات ومنع زياده الاعوجاج عن الموجود حاليا. وغالبا العلاج في المرحله دي بيبقى محاولات من العلاج الدوائي لا اكثر، ومش بنحتاج اي حاجه تانيه معاه. طب هل في اي دور للموجات التصادميه في علاج مرض بايروني؟ دور الموجات التصادميه حسب المراجع العلميه في المرحله دي هو لإيقاف الألم فقط، لكنه لم يثبت إنه ممكن يستخدم كوسيلة لعلاج الاعوجاج أو تقليل التليفات، والأدوية بتعتبر بديل أوفر من المواد الصدمية لعلاج الألم. طب هل في أي دور للحقن بداخل التليفات في هذه المرحلة؟ كان في حقنة اسمها كولاجينيز ومن اسمها واضح طريقة شغلها، بتكسر الكولاجين اللي عمل التليفات، وكانت بتتاخد عشان تقلل التليفات، لكن هي حاليا مسحوبة من السوق العالمي، من غير إن كان سعرها تعرف تعد لغايه كام يا جيمي. فمن الاخر في الوقت الحالي العلاج الامثل للمرحله الاوليه من مرض بايروني هي العلاج الدوائي، وهدفك هو ان نوقف الالم ونوقف تدهور الحاله. لا طب والله انا بقالي اكتر من 6 شهور والوجع اصلا راح واختفى خالص يا دكتور، يبقى كده انت دخلت في المرحله الثانيه اللي هي كرونيك فيز اللي فيها اصلا خلاص التليفات استقرت، وبنشوف بقى ايه المشكله اللي عملتها ونعالجها. طب لو هي عملت اعوجاج بسيط
او الحمد لله ما عملتش حاجه، عدت على خير وما عملتش حاجه خالص، عيش حياتك زي الفل ولا اكن في حاجه. طب لو هي عملت ضعف فساعتها معلش خلينا نشوف حالات الضعف ونشوف علاجات الضعف. طب هي لا للاسف عملت اعوجاج او تشوهات في العضو الذكري، وهنا بنحتاج نشوف درجه الاعوجاج قد ايه ونوعيه التشوهات، وبناء عليها بنحدد نوعيه العمليه اللازمه لاصلاح الاعوجاج ده. وبالتالي كده كده في حل، وكده كده زي ما اتفقنا القرار هو قرار المريض، بمعنى انه والله يا دكتور انا في نسبه اعوجاج ونسبه ضعف بس انا كده كده زي الفل والدنيا حلوه، فخلاص كمل زي ما انت. بس خد بالك لو التليفات دي لسه بتزيد فده ممكن يضعف الانصاب اكتر واكتر، ويصغر حجم العضو اكتر، ويصعب تركيب الدعامه لو احتجت بعد كده اكتر واكتر. الخلاصه مرض بيروني الحقه في بدايته، لان في البدايه ممكن يكون العلاج علاج بسيط وتمنع تدهوره، لكن لو اتاخرت هتحتاج عمليه، وغالبا هتبقى اصعب من لو كنت عملت نفس العمليه من بدري. يمكن يكون الاعوجاج من الامراض اللي الشباب بيعاني منها بصمت وخجل، وده يمكن يخلي النسب الحقيقيه اعلى بكتير من اللي مكتوب في المجلات العلميه، واللي بتوصل ساعات زي ما حكيت في الريل ان الشاب يقعد شهور ويمكن اكتر انه مش عارف يدخل على مراته وهو مش عارف ان الاعوجاج هو السبب. ويمكن برضه يكون سبب الصمت بتاعه ده ان هو ما يعرفش ان ليه علاج. وللاسف الاعوجاج زي الضعف ليه تاثيراته السلبيه الشديده على نفسيه الراجل وربطه بالعجز وقله الرجوله، واللي بيزودها الالم الشديد لو اعوجاج بسبب مرض بيروني. رغم ان في الاول والاخر زي ما قلنا طول حلقات قعده رجاله ده مرض زي اي مرض، وغيظته ان علاجه 100% لو رحت لاستشاري الذكوره المتخصص. وعايز اكرر حاجه كنت قلتها قبل كده، ان الاساس في اختيار العمليه هو الجراح، وانك تكون واثق انه هيختار لك احسن اختيار لحالتك سواء باجراء العمليه او تاجيلها، وانك تكون واثق ان هو لو هيعملها لك باحسن طريقه ممكنه. وطبعا زي ما بنكرر في كل حلقه ان كل المعلومات اللي بنقولها هي معلومات علميه مبنيه على خبره طبيه واكاديميه واكلينيكيه، ومصادرها هسيبها لكم تحت الفيديو. ورغم كده الفيديو ده عمره ما يكون بديل للكشف الطبي خالص. تمنياتنا بالصحه والسعاده والعافيه للجميع.